السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد ان شاء الله هنعمل فيه كحك العيد. كل عام وانتم بألف خير وبصحة وسعادة يا رب. ان شاء الله هنعمله بكل سهولة وسلاسة، وهقولك على بديل العجان اللي هيطلع معاكي الكحكاية مخدومة وكمان تحفة قوي وناعمة جدا، احلى بتاع الحلواني الف مرة. يلا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض كده ونشوف الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عندي هنا نص كيلو من دقيق المخصص للكحك والبسكوت، جبته من عند العطار. هتروحي للعطار وتقولي له انا عاوزة دقيق مخصص للكحك والبسكوت، هيديلك نصين، هيديلك كيلو على بعضه زي ما انت عاوزة، وهننخله كويس. تمام. طبعا يا جماعة دقيق دوبيلا بقى غالي جدا. عندك برضو دقيق الضحى، دقيق الخيرات، دقيق الاهرامات، اللي كل الاستعمالات. تمام. دقيق يعني لكل الاستخدامات، عادي تجيبيه تشتغلي بيه عادي جدا. عندي هنا حوالي تلت معلقة من البيكنج باودر. تمام. انا ما قلتش معلقة كاملة ولا نص معلقة، حتى اقل من نص المعلقة بشوية. هنا عندي نص معلقة من الخميرة. تمام. وهنحط كده مكونات الجافة مع بعضها. عندي كمان 3 ملاعق كبار من السمسم، وعندي رشة ملح، يعني 2 جرام من الملح، 3 جرام من البيكنج باودر، 4 جرام من الخميرة الفورية، وعندي 30 جرام من السمسم المحمص. تمام. بس كده حطينا مكونات الجافة كلها على بعض، وهنجيب الكبة بتاعتنا. الكبة هاخد سلاح العجن. تمام. هجيب هنا السمنة بتاعتي بالكوباية المعيارية اللي انا وريتها لكم دلوقتي، كوباية ونص. تمام. يعني برضو كام جرام؟ يعني حوالي 275 جرام من السمنة البلدي، اللي هي مش جامدة قوي ولا سايحة قوي، كانت بدرجة حرارة الغرفة. انا حطيتها بس في التلاجة، الوش بتاعها جامد شوية. عندي معلقتين كبار من السكر البودرة، حوالي 25 جرام من السكر البودرة. تمام. 25 30، يعني لو زادت شوية مش هيحصل أي حاجة. أنا النهاردة مستخدمتش يا جماعة اللي هي ريحة الكحك، بس مفيش مشكلة لو أنت استخدمتي نص معلقة أو معلقة شاي كاملة. تمام. أنا استخدمت مكانها السمسم، بيطلع تحفة وطعمه جميل جدا. حطيت كده في الكبة بتاعتنا وضربت كده لغاية ما بقى كريم. ما تاخدوا بالكم، اوعوا تحطوا سكينة اللحمة، لا احنا هنحط سلاح العجن. تمام. بس كده شايفين بقى كريمي وجميل قوي، والسكر داب وارتفع معايا الخليط شوية زي ما انتم شايفين كده. تمام. الكبة يا جماعة هتخليلك، لو ما عندكيش عجان استخدمي الكبة بجد، هتدعيلي قوي، ولا تبسي بايدك ولا تتعبي نفسك. الكبة هتطلع معاكي الكعكاية تحفة قوي قوي. يعني اكيد مستغربين كبة ازاي لا، هي حلوة جدا جدا، جربوها. هنزل كده، انا حطيت بالمعلقة الدقيق علشان ايه ما كبوش مرة واحدة وكله يطير علينا ويقع من بره. تمام. هبدأ اشغل كده معايا واحدة واحدة العجان او الكبة بتاعتنا. بعد كده ايه شايفين اهو، مش هي دي المرحلة اللي انا عاوزاها؟ شايفين هو بقى مندي كده وصل يعني السمنة. تمام. لكل حتة في الدقيق. طبعا عاوزة تستخدمي سمنة بلدي، انا مستخدمة السمنة البلدي اللي هي ايه الزبدة المتسيحة. تمام. عايزه تستخدمي سمنه نباتي، حطي معلقه برضو معاهم سمنه بلدي كده عشان تديكي الطعم والريحه الحلوه. براحتك جدا في السمنه، انت زي ما تحبي، اهم حاجه المقدار معايا مظبوط. بعد كده اهو هشوف انزل الجوانب، افتح انزل الجوانب. الموضوع خد معايا 3 دقايق. نزلنا الجوانب كل نص دقيقه وهقفل. اشغل. شايفين العجينه بدات تلم كده اهو، هنزل الجوانب وهشغل تاني. تمام. علشان كل الدقيق معايا او العجينة تكون جميلة، وكل حاجة اخدت حقها كده في العجن. شايفين بيعجن بكل وعلى درجة هادية وزي الفل. تمام. لغاية ما الاقي العجينة بتاعتي كده بقت ناعمة جدا وسايلة وملزقة، يعني انا مش راضي اضغط عليها قوي عشان عاوزة تمسك في ايدي. تمام. عندي هنا نص كوباية من المية الدافية، ما تكونش ايه كوباية مليانة قوي، يعني نص كوباية الا حاجة بسيطة كده. تمام. بس كده. وهفتح برضو هشغل الكبة بتاعتي تاني
لغاية ما الاقي المية اختفت معايا. تمام، بس كده اهو. شايفين بقت عجينة، لسه هسيبها بس علشان المية دافية، فايه العجينة لسه طرية شوية. هشغل كمان لغاية المية ما تختفي، هتلاقيها بدأت معاكي العجينة تبقى متماسكة وتقدري تشكليها جميلة قوي قوي. شايفين اهو، طبعا عشان لابسة الجوانتي فهي مش باينة قوي ان هي متماسكة وجميلة. هنقلع دلوقتي الجوانتي ونشتغل بايدينا بقى علشان نطلع الكحكايه كده متساويه وجميله واموره. شايفين العجينه بتاعتي يعني مش يعني بتقطم كده، بتتخلع بسرعه، مش عامله عرق يعني. تمام، مش بتمط معايا. متقلقيش في العجان او في الكبه. شايفين اهو مش بتشق خالص، يعني مش هتعمل لك عرق تماما غير ما تكوني بتعجني بايدك. تمام، بس كده. وطول ما الكحكايه مخدومه كويس، كل ما لقيتيها من جوه ما فيهاش فراغات، حطي بقى الملبن بتاعك، تحطي عجوه زي ما انت حابه. بجد حاجه كده تحفه. اهم حاجه ما نكترش في المواد الرافعه علشان النقشه بتاعتي ما تضيعش مني. تمام، شايفين احنا اهو مالينا الصاج كمان يا جماعه. ان احنا بنبصم كل 2-3، ما تستنيش لو معاكي كميه تكوري كل الكميه وبعدين تبصمي، لا، علشان هي بتشمع وتنشف في الهواء، فتيجي تبصميها تلاقيها اتشققت معاكي. فانت بصمي يعني كل صف كده، او كل 2-3، او كل واحده. تمام، بس كده بس كده. ايه كده دي؟ مش عارفه. كده دخل الفرن معايا حوالي تلت ساعة و5 دقايق على درجة حرارة مفتوحة من تحت بس. شايفين النعومة؟ هم خلينا في درجة الحرارة، هيكون على 190 درجة حرارة، وأخد معايا نص ساعة إلا 5 دقايق، يعني 25 دقيقة. مفيش مشكلة، يقعد لغاية مثلا نص ساعة أو نص ساعة و5 دقايق على حسب درجة حرارة الفرن. تمام، يبقى على 190 أو 195 لمدة نص ساعة. تمام، إلا 5 دقايق يا جماعة زي ما أنا قاعد معايا. بس كده هنسيبه يبرد تماما. لو كان يا جماعة هنعمله ده السادة. تمام، لو هنعمل بالملبن يبقى هياخد معايا على درجة حرارة 200. تمام، تلت ساعة بالظبط. تمام، مش هيقعد زي السادة. شايفين بجد الكحكاية تحفة قوي وناعمة جدا جدا، وأطعم 1000 مرة بتاع المحلات. محلات مين يا جماعة؟ لا، أنا بحسهم بيعملوه بالزيت. أنا أسفة يا محلات، طبعا حقكم عليا، بس هي دي الحقيقة. يا رب تكون حلقة النهاردة جميلة وعجبتكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.